كل الناس الاسبوع ده بتتكلم على حاجه واحده بس، الهاي فيجوال ويت واللو فيجوال ويت، وازاي ان الطريقه دي تحفه في انك تعرفي اذا كان البولد ميك اب هيليق عليكي ولا مثلا الناتشرال ميك اب الكلين جيرل مثلا ميك اب لوك هتليق عليكي اكتر. اقول لكم هو ايه الموضوع وتعالوا نجربه عليا. اول حاجه حجم الوش مقارنه بالفيتشرز بتاعتك. لو انت شايفه ان تقطيعك مسمسمه ومنمنمه على حجم وشك كده هتبقي لو فيجوال ويت. تاني حاجة مكان التشيك بونز او مكان الوجنتين. لو التشيك بونز بتاعتك هاي يعني مرفوعة وعندك العظمة دي باينة قوي بتاعت التشيك بون يبقى انت كده هاي فيجوال ويت. لو انت شايفة ان هما نازلين لتحت كده زي شوية مثلا او كده ومش هاي قوي مش باينين قوي مش ظاهرين قوي يبقى انت كده لو فيجوال ويت. تالت حاجة ان البول جلام الفلتر ده لو شكله حلو عليكي وشايفة ان هو شكله حلو يبقى انت كده هاي فيجوال ويت. لو شكله مش احسن حاجة عليكي يبقى انت كده لو فيجوال ويت. تعالوا بقى نطبق الموضوع عليا. وانا شخصيا شايفه ان اكبر حاجه في وشي هي مناخيري وده اكبر فيتشر في وشي. يمكن عينيا صغيره وبقي صغير بس المناخير هي اللي مش احسن حاجه. فانا مش عارفه هل انا كده هاي فيجوال ويت ولا لا. فعشان انا معرفش بصراحه تعالوا نقسم وشي ونجرب التو ستايلز على وشي ونقرر مع بعض. قبل ما اوريكم وشي قولوا لي تحت انتوا شايفين ان انا هاي فيجوال ويت ولا لو فيجوال ويت اكتر. هديكوا ثانيه تكتبوا تحت في الكومنتس قبل ما اوريكم شكل الميك اب. انا شايفه ان انا بيليق عليا الميك اب الناتشرال اكتر او اللي هو الكلين جيرل استاتيك اكتر. انا شايفه ان انا مش لو فيجوال ويت لان انا مناخيري كبيره انا مش لو فيجوال ويت. في نفس الوقت بيليق عليا الميك اب الناتشرال او الكلين جيرل استاتيك اكتر. فهل الطريقه دي فعاله فعلا في انك تعرفي انك انت هاي فيجوال ويت ولا هيليق عليك اني ميك اب ولا لا، ولا ده اي كلام في البطيخ كالعاده؟ يعني شايفه ان الميك اب فلتر ده مش لايق عليا مخليني راجل اكتر من اي حاجه تانية. تاني حاجه ان الميك اب التقيل بحبه بس مش بيليق عليا. انا بحس ان الميك اب ستايل ده اكتر بيليق عليا وبحس ان ده اللي بحب ان انا احطه اكتر. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتس انتوا شايفين ان انا هاي ولا لو فيجوال ويت. ما تنسوش تجربوها ولو جربتوها قولوا لي عملتوا ايه تحت في الكومنتس.